السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك ربي لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. صباح الفل، صباح الخير، صباح الجمال، صباح الرزق، صباح كل ما هو جميل، صباح الصباح زي ما بنقول. وحشتوني بجد 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 والله العظيم. معلش يا جماعة، أنا كنت غايبة عنكم لظروف خارجة عن إرادتي يعني. أتمنى إنكم انتوا تكونوا فعلا كلكم بخير وصحة وسعادة وعافية وجمال وحب وكل حاجة يعني. أعزائي المشاهدين، النهاردة جايلكم فيديو الخير والرزق. صباح الخير على عيونكم، صباح الخير عليكم جميعا وعلى أولادكم. ربنا يا ربي يتغمدكم كله بالسعادة والسرور والفرح والهنا. بصوا، النهاردة هشتغل شغل شياطين شوية. صباح روتين صباحي مصري جديد، روتين تحفيزي. روتين الست المصرية الشاطرة جدا كمان. جايلكم فيديو جميل ان شاء الله يعجبكم. الفيديو بتاع النهاردة يا جماعة فيديو تحفيزي. روتين بتاع النهاردة، انا بصوا زرع عنباية وشوية الشجر الحلوين قوي قوي قدام الباب، تحسوا انه جنة بجد يا جماعة. الخضرة دي فعلا بتحسن الإنسان إن هو في مكان كأنه قاعد في الجنة يعني. ما تحرموش نفسكم من المنظر الطبيعي، وما تحرموش عيونكم من الجمال والخضرة. تقدر تزرعي في البلكونة، تقدر تزرعي قدام الباب، تزرعي على السطوح. المهم انكم انتوا تزرعوا في اي مكان، المهم انكم انتوا متستغنوش عن الزراعة، وكمان بتدي بهجة للنفس جميلة. ثانيا كمان بتلهي الناس يعني يا جماعة، بدل قيل وقال وفلان راح وفلان جه. أنا النهار كله ملهية في الزراعات بتاعتي، أشوف اللي ناشفين، اللي عطشان، اللي عايز يتخضر، فملهية فيهم بدل ما أبص على فلان راح وفلان جه. سبحان الله يعني، خلي الناس في حالها ودع الملك للمالك زي ما بيقولوا. وعندنا ما يشغلنا الكثير ويدخل علينا الرزق والبهجة. وبلاش تنشغلوا بأمور الناس حتى لا ينشغل الآخرين بأموركم. يعني دي أنا واخداها قاعدة أساسية في حياتي، لا تنشغل بأمور الآخرين حتى لا ينشغل الآخرين بأمورك. يعني سايبة الملك، دع الملك للمالك زي ما بيقولوا، مالكش دعوة باللي راح واللي جه. الحياة جميلة فعلا، بس احنا اللي مش عارفين نشوف الجمال ده يا جماعة، وشاغلين نفسنا باللي راح واللي جه واللي وقيل وقال وكده. الحياة فيها الجمال وفيها حاجات جميلة جدا، بس احنا مش قادرين نشوفها. يعني مش قادرة تشوفي، حاولي انك انت تخلي بيتك جنة. انا قلت لكم دايما قناتنا دي قناة مختلفة عن قنوات الآخرين بكل معنى الحرف. يعني أنا مختلفة فعلا يعني يا جماعة نفسيا. سبحان الله، عندي إيمان غريب بالله، عندي إيمان غريب إن آه، رزقك محدش أبدا هياخده، محدش أبدا. آه، مهما حاولت الناس، مهما حاول الآخرين، اللي مكتوب لك هو اللي بس اللي هيصيبك، ورزقك بس هو اللي هتاخدك مهما حاولت ومهما عملت. فكده لو انتوا حسيتوا بالإحساس ده أو فعلا طبقتوه في حياتكم، هتعيشوا مرتاحين. وما تبصوش على الآخرين. إن بصت الإنسان على الآخرين بتحسسه بالاكتئاب، بتحسسه إن هو عاجز، مش قادر يعمل حاجة. لكن نحن قادرون على فعل كل شيء. الإنسان أقسم بالله حتى لو عاجز، لو في كل البلاء، لو في كل العاهات، الإنسان يقدر يصنع المعجزات ويقدر يصنع المستحيل. بس هو إيه يا جماعة، بلاش البصة الدنيا على الآخرين، وأنا ليه أقل من فلان ولا ليه أقل من علان. يعني ريحوا نفسكم، ربنا أبدا مش هيديكي غير هو عايز يديهولك. ريحوا بالكم، اللي مكتوب لك بس هو اللي هتاخديه. ما تبصيش على الآخرين، اللي في إيد الآخرين أبدا لا يمكن يغنيكي. هو ده أنا مبدئي ده في الحياة، أنا ماشية بيه ومريحة دماغي ومريحة دماغ أولادي ومسستمة نفسي على كده. فبس بعمل بس دايما بشتغل في بيتي، بشوف ايه اللي يسعدني ويسعد ما خلينيش ان انا افكر في الاخرين وافكر في حد. انا كده الحمد لله مريحه دماغي اخر راحه، ما بفكر في اللي راح ولا في اللي جه، ولا عايزه اي حاجه من اي مخلوق. بس بطلب بس من ربنا سبحانه وتعالى. فكانت العنبة بتاعتي بقى، انا اشتغلت العصافير شغل جهنمي والله. هي بتقول بتمنعي ليه الخير من العصافير وكده. والله يا جماعة أنا عندي العنبة دي زرعاها، وأنا جايباها من نوعية غالية يعني، وعنبة قيمة. خليت الراجل اللي جابهاني من مكان بعيد يعني.
المهم ان ايه شويه العصافير دول متلبهني، يعني لا بيخلوا اكل الفراخ ولا بيخلوا اكل ولا العنب بتطرح كل سنه واقعد السنه كلها الشتاء كله ازقيها واعتني بيها، هي تطرح والعصافير ياكلوا لكم العنبات منها. طب انا يعني نفسي ادوقها برضو يعني زي العصافير، ما هم حابينها وكده ماشي، بس انا عايزه اكلها، فقلت انا هشتغل لهم شغل جهنمي بقى، شغل شياطين. فعلا الرزق بيد الله ومش مفترض ان انا امنع عنهم من الاكل. فعلا العصافير تاخدوا خماصة وتعودوا بطانا زي ما بيقولوا، لكن برضو ده يعني ايه، برضو انا يعني اخلي شويه ليكم وشويه لينا. فقلت انا هقدر والله لا شغاله لكم شغل شياطين وشغل عفاريت. فكرت ان انا اعمل ايه، رحت انا قلت له انا هغطي كل عنقود من العنبه بورقه وهدبسها لهم كده. فخدت كميه من الورق زي ما انتم شايفين كده وطلعت على السلم. وقلت ان عملت الموضوع ده، بس كان السنه اللي فاتت بس كانوا اكلوا شويه كتار منها، ما فضلش غير كام عنقود منها. العنبه جميله جدا وهي من العنب الاسود يعني، فبتبقى طعمها حلو قوي. وعشان كده العصافير موليين عليها ولية الندامة، يصحوا الصبح يفطروا منها ويفضل طول اليوم يقطعوا منها غلة لحد ما يخلصوها طول اليوم. فقلت شويه خلونا شويه بقى، انا مش معقوله مكلفه وعامله التكعيبه دي وعامله الخوته دي كلها عشان خاطر العصافير. فرحت قلت ايه اجلد بقى العنبايه كده، بغطي العناقيد عشان العصافير ما تاكلهاش، بلف حوالين كل عنقود ورقه واجي مدبساه كده بطريقه معينه هوريه لكم في اخر الفيديو. وكمان عامله لكم فيديو عن الفريك، ازاي لو عندك مثلا لو عندك 2 كيلو فريك ازاي ازودهم يبقوا 4 كيلو او 5 كيلو، والفريك هيبقى طعمه جميل جدا وحلو خالص. بصوا يا جماعة العنبة طبعا انا شغالة، فضلت والله حوالي الفيديو ده خد مني او عشان اغطي العنب كله خد مني حوالي ساعتين، يعني ساعتين وانا مش شعلقة كده بين السماء والارض عشان اشتغل شغل العفاريت ده للعصافير. فكان الروتين بتاع النهارده، روتين النهارده الصباحي بتاع النهارده روتين الست المصرية الشاطرة اللي بتفكر بدماغها وعاملة تحدي بقى بينه وبين العصافير. المهم ان انا يعني حبيت برضو انا انبه على تحسوا ان انا ايه برضو يعني في القناة بتاعتي يعني يا جماعة بجيب لكم حاجات ايجابية، يا ريت تتابعونا وتتابعوا الفيديوهات بتاعتي. يعني بحاول ان انا ايه بدخل السرور عليا وعلى اولادي وكمان انا يعني من هواة الزراعة بطريقة لا يمكن تصوروها، يعني بحب الزراعة موت يعني. وندمت ان انا ما دخلتش كلية الزراعة، انا كانت جاني كلية الزراعة لما كنت في ثانوية عامة وخرجت منها، بس ندمت ندم عمري. يعني انا لو كنت كده كنت زمان يعني يعني مش مهندسة قد الدنيا في الزراعة، لان انا بعشق الزراعة وبعشق كل ما هو جديد في الزراعة، يعني بحب التكنيكات بتاعت الزراعة، لان فيها يعني سبحان الله احنا ما بنعرفش نزرع يا جماعة. والله احنا الشعب المصري ما بيعرفش يزرع، والشعب العربي كله ما بيعرفش يزرع. اتفرجوا بقى على الكوريين ولا الصينيين ولا الدول الأوروبية، هم بيزرعوا زارعين الطماطم بأسلوب جميل خالص فوق السطوح، وزارعين الخضار، وتحس ان البيوت كلها بيوت منتجة. حتى الزراعة اللي احنا يعني اساسا كلنا فلاحين وكده مش عارفين نزرع. يعني الزراعة دي يعني هي اساسا هواية، يا ريت يعني لو بتحبوها فعلا تبحثوا على كل ما هو جديد في الزراعة، يعني هتلاقي ان الهواية جذباكي جدا ومستهوياكي جدا وهتحبوها يعني. لكن انا والله يعني تمنيت ان انا ان شاء الله باذن الله يعني لقيت حد يساعدني ان شاء الله، ناوي هعمل تخدير على السطوح كله وناوية ازرع، بس بدور على حد يجيب لي الاحواض البلاستيكية، بس بيقول مكلفة شوية، وعايزة ان انا الف السطوح كله الزرع فوق واعمل قاعدة كده وان شاء الله يعني بمساعدتكم ان شاء الله وارائكم معايا هتقولي لي اعمل ايه. ان شاء الله ناوية اعمل كده مستقبلا ان شاء الله، بس لما تتاح الماديات، لان هي الموضوع مكلف مش موضوع بسيط برضه، لان الحاجات البلاستيكية دي مش رخيصة وعايزة تجهيزة مية برضه وكده. فان شاء الله ناوي اعمل كده في المستقبل القريب ان شاء الله باذن الله يعني.
العنبة دي يعني جميلة خالص يا جماعة. أنا يعني هي برضو مش مزهرة أوي على فكرة. انتوا عارفين لو في مكان مشمس أكتر من كده كانت هتبقى المزهرة أكتر من كده كتير. بصوا كده ده العناقيد اللي أنا غطيتها. بصوا بعد ما غطيتها، بصوا أوريكم الزراعة اللي أنا زرعاها قدام الباب. حاجة تفرح يعني، مبهجة جدا جدا وجميلة جدا. ده زرع بعض الزهور وبعض الشجيرات الصغيرة كده، شكلها جميل. انا وجارتي متعاونين مع بعض، احنا الاتنين مستهويانا فكرة الزراعة، فكل يوم نديها كده، كل يومين كده نطلع نزل الزرع ونروق الدنيا قدام الباب. زرع الجهنمية وزرع الصبار، نوع من الصبار المزهر، ودي بقى القعدة البلدي بتاعتنا، الكنبة اللي احنا بنقعد عليها الدكة. ودي يعني يجعلوا من بيوتكم جنة بإذن الله. وزي ما انتم شايفين ادي العنب فوق، انا بعد ما غطيته بالورق زي ما وريته لكم كده. العصافير هنا هتسيبه في حاله بقى وتخلينا دي جهنمية جميلة جدا، جبتها صغيرة خالص ورميتها. بص يا جماعة، الفكرة دي حلوة خالص لو عندك شوية فريك صغيرين. يعني الفريك السنة دي كان غالي جدا جدا، يعني بفكر برضو يعني اعمل ايه. يعني احنا كانت والدتي الله يذكرها بالخير يا ربي، كانت لما يكون عندنا فريق فكانت بتزوده، عشان كان يعني فراخ كتير وكده، وحمام وحاجة زي كده وطيور، فكنا بنستخدم الفريق يمكن مرتين 3 في الاسبوع. فكانت لما يبقى عندنا كيلة فريك تروح جايبة قد نص كيلة قمح عليهم وتغسلهم كويس زي ما انا غسلتهم كده. بس دول تقريبا حوالي 2 كيلو قمح او 3 كيلو، وانا هغسلهم غسله كويسه خالص بحيث ما يبقاش فيهم اي عفاره او اي حاجه زي كده، واقول لكم هنعمل بيهم ايه في الاخر. عشان دول هيخلوا الفريك معاك كتير خالص، وهيخلوا الفريك طعمه جميل جدا، ومش هتحس ان فيه فرق، وهيضاعفوا لك كميه الفريك اللي عندك في البيت. دي يعني فقرة للتوفير. لو انت عايزة توفري، انت عايزة تبقى شطورة ودايما تصنعي افكار توفير في البيت، فالفكرة دي هتوفر عليكي فلوسك، بدل ما اروح انا اشتري كيلة فريك او نص كيلة بالشيء الفلاني. دي وصلت بيقولوا 600 جنيه او اكتر. بالشكل ده انا هخلي ممكن اشتري نص الكمية اللي انا عايزاها، وشوية قمح زي كده هغسلهم غسلة كويسة، وبعدين هسلقهم يا جماعة على النار. بصوا زي ما بعد ما غسلتهم هسلقهم على النار سلقة كويسة، احطهم حوالي بعد ما يغلوا ياخدوا حوالي 10 دقايق بس كده، وهنصفيهم يا جماعة بعد ما يغلوا غلي كويس. لازم القمحات تبقل كده ويبقى شكلها كبير. وبصوا صفيتهم وحطيتهم في الشمسية في البلكونة، او حاطين في مكان مشمس كويس خالص، وهسيبهم كده لمدة 3-4 ايام بالقليل خالص، بس الشمس تكون سخنة يا جماعة. واخلطهم على كمية الفريك اللي عندي، وهطحنهم.